فيلمنا بيبدأ سنة 2004 مع مركب صيد صغيرة في نص المحيط وعليها مجموعة من الصيادين بيحاولوا يطلبوا المساعدة من المينا لأن حصل فجأة زلزال خلى المحيط مش مستقر والموج بقى عالي جدا. وفعلا بعد شوية بتوصلهم طيارة إنقاذ وبتلحق كل الصيادين اللي على المركب إلا واحد بس اسمه كانج، لأن شبكة الصيد وقعت عليه ومش عارفين يطلعوه. وقبل ما يموت كانج بيطلب من ولد شغال معاه اسمه سيو إن ياخد باله من بنته هيون. في الوقت ده بيكون في واحد شغال في مركز الأبحاث اسمه كيم، اكتشف إن الزلزال اللي حصل هيسبب تسونامي ضخم جدا في اليابان. وطبعا محدش من المسؤولين في كوريا بيهتم لأنهم شايفين إن الموضوع بعيد عنهم. بعدها بتعدي 5 سنين وسيو بيرجع لبيته في مدينة هونداي وبيبقى عايش حياته بشكل طبيعي جدا وبيلعب مع ابنه الصغير. وبنسمع في الأخبار إن في زلزال تاني ضرب اليابان، وفي الوقت ده جو أخو سيو بيدخل عليه وبيقوله إن أمهم ماسكة في خناق هيون بنت كانج الصياد اللي مات، وده لأن أمهم مش بتطيق هيون خالص لأن سيو مهتم بيها أوي ومتحمل مسؤوليتها من بعد موت باباها، فبقت تتخانق معاها على أتفه سبب. ومين؟ أخو سيو التالت واقف في النص ما بينهم ماسك مامته بالعافية عشان يبعدها عن هيون، بس أمه بتجرحها وبتقولها انتي من بعد أبوكي ما مات وانتي مش لاقي حد يربيكي. ساعتها هيون مش بتستحمل الإهانة وبتقوم زقة مين ورازعاه على الأرض وبتقول لمامته على فكرة أنا ممكن أمد إيدي عليكي عادي جدا فاتقي شري بقى. في اللحظة دي بيوصل سيو وهو بيزق مين هو كمان يعني مش عارفة بجد ليه الكل جاي عليه كده. المهم إنه بياخد هيوم بعدها وبيمشي وبيضحك على أمه بكلمتين عشان يهديها. وقتها هيوم بتقوله على فكرة أمك بقى كلامها تقيل قوي والمرة الجاية أنا مش هسكت لها. فسيو بيقول لها معلش ست كبيرة بقى هنعمل إيه. في نفس الوقت ده بيكون كيم عامل اجتماع مهم وبيحاول يشرح للمسؤولين إن الزلازل اللي بتحصل في اليابان ممكن تأثر عليهم بشكل خطير، ولأن المسؤولين دول مجرد منظر وملهمش أي علاقة بالمسؤولية مش بيفهموا كلامه. وهو بيشرح لهم إن في جزيرة بين اليابان وكوريا بيسموها المنطقة الآمنة، وسموها كده لأن الجزيرة دي هي اللي بتمنع الزلازل اللي بتحصل في اليابان إنها توصل لهم في كوريا. بس مع الزلازل الكتير دي بقى هو حاسس إن الجزيرة ممكن تغرق، وساعتها المنطقة الآمنة دي هتبقى بحر وكل المدن اللي على الساحل هيقولوا لها باي باي لو ما تصرفوش دلوقتي حالا وحطوا خطة إخلاء فورا. بس طبعا لا حياة لمن تنادي. وكان بعد ما بيخلص الاجتماع بيقابل مراته بالصدفة، أو بالمعنى الأصح طليقته، اللي بتقوله إنها رجعت من أمريكا بقالها سنة بس ما كانش عندها وقت تعرفه. وبتقوم مي بنتهم مقطعاهم وبتروح تسلم على كيم وهي فاكرة إنه مجرد صديق لمامتها مش أكتر. بس كيم أول ما شافها اتوتر لأنها طلعت بنته هو كمان بس مش قادر يقول لها. بعدها بقى بنروح لبنت اسمها جيا، وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله دحيحة بتذاكر حتى وهي قاعدة مع صحابها على البحر، فبتلفت نظر راجل واطي اسمه جون وهو هتعرفوا انا بشتمه ومش طايقاه ليه بس بعدين. المهم ان جون بيروح يعرض عليها هي واصحابها انهم يقضوا معاه وقت حلو على اليخت بتاعه، فهم بيوافقوا. وهناك صحابها بيقضوها ضحك وهزار، اما هي فبتكون مش مبسوطة وحاسة بملل، فبتطلع تقعد على سور اليخت وبتاخد ولاعة علشان تولع سيجارة، بس النار بتطلع قوية قوي فهي بتتخض وبتقع في المية وبتفضل تنادي على أي حد يساعدها بس محدش بيسمعها. لحد ما فجأة جو أخو سيو اللي بالمناسبة شغال في فريق الإنقاذ البحري بيشوفها فبيرميلها طوق إنقاذ، بس الطوق بيجي في دماغها بالغلط فبيخليها تدوخ وتغرق، فبينط وراها بسرعة وبيشدها من شعرها عشان يطلعها، بس هي بتضربه لأنه شد شعرها جامد وهو من توتره بيديها بقوة مرة في مناخيرها ومرة في عينيها. وكل ده كان فعلا بالغلط لحد ما أخيرا بيطلعها على المركب بتاعه وبيعمل لها تنفس صناعي علشان تفوق. بس هي أول ما بتصحى بتستغل الوضع وبتقوله أنت لازم تعوضني عن مناخيري هو عن عينيا اللي اتضربوا دول. واللي يشوفها وهي بتقول كده يفتكر إنها تطلب فلوس ولا حاجة، بس التعويض بيطلع أبسط من كده بكتير، مجرد عشا في مطعم فخم على البحر. ولما بيروحوا على مطعم فعلا جيا بتفضل تسأله أنت شغال إيه وبتقبض كام عشان تشوف لو هو هيبقى عريس لقطة يعني ولا لأ. بس جو بيكون متوتر لأنه أول مرة يخرج مع بنت فبيرد على قد السؤال لحد ما هي بتزهق وبتقوله أنت أمور بس كل ما بتفتح بقك بتقفل. في نفس الوقت ده بتكون يون قاعدة مع مين بيتكلموا وهي بتعترف له إنها معجبة بأخوه سيو وحاسة إنه وسيم ومعوضها عن غياب باباها. فمين بيقول لها مين ده اللي وسيم سيو أخويا، فبتقول له وسيم انتش فاهمك انت. في اللحظة دي جون بيطب عليهم وهو شارب وبيتهجم على هيون بحجة إنها قدمت له أكل بايظ، بس هيون بتنكر وبتقول لمين أنا أول مرة أشوفه أصلا. فمين بيدافع عنها وبيحاول يبعد جون بس بياخد العلقة التمام وبيترزع على الأرض برضه، لحد ما بيجي جو وبيدي الجون بالقلم على وشه عشان يفوقه من الحالة اللي هو فيها. أما سيو فكان وقتها في البيت ومعدته بتتقطع بسبب إنه كتر في الشرب، وبيعرف بالصدفة إن إخواته بيتخانقوا والشرطة مسكتهم، فبيروح يدور على أي دواء بسرعة ومن كتر ما هو مستعجل بيفتكر إن كيس الشامبو هو الدواء، فبياخده وبيجري عشان يلحق إخواته.
بس بيقابل الضابط هو بقه كله رغوة، وبدل ما يساعدهم هما اللي بيساعدوه عشان الأستاذ سمم نفسه بالغلط. تاني يوم سيو بيرجع البيت وبيبقى كويس وبيقضي اليوم كله مع هيون، ومش بيعمل أي حاجة غير إنه بيفضل باصص عليها وهي شغالة، وبيبقى باين عليه إنه وقع في حبها من زمان بس كان مخبي، لحد ما أخيرا بيتشجع وبيروح يشتري خاتم وبيعرض عليها الجواز. فهي بتفرح قوي، بس عشان تبان إنها تقيلة بتقوله استنى رد مني بكرة، لو جيت ولقيتني معلقة شريطة حمراء على المركب بتاعي يبقى أنا كده موافقة. أما جو وجيا فبيتقابلوا تاني يوم، والمرة دي بيبان على جو إنه معجب بيها جدا، فبيطلب منها لما أجازتها تخلص ما تمشيش وتقضي باقي الصيف معاه. فهي بتفرح وبتقرب منه، ساعتها جون بيشوفهم فبيستنى جيا تمشي وبيروح لجو يضربه وبيقوله إنه مرتبط بجيا. فجو بيزعل قوي وبيفتكر إن جيا ضحكت عليه، فمش بيرضى يقابلها تاني ولا يرد على مكالماتها، وبيروح يقولها بكل برود أنا مش عايز أشوف وشك تاني. وقتها هي بتنهار وبتمسك فيه تسأله ليه عشمها من الأول وخلاها تفتكر إنه معجب بيها، بس جو ما بيردش عليها، بيلف وشه وبيسيبها واقفة وراه وبتعيط. في نفس الوقت ده بيحصل زلزال تاني في اليابان، بس المرة دي كان تحت المنطقة الآمنة بالظبط، وهيئة البحث العلمي بتلقط شروخ خطيرة في المنطقة. فكان بيروح يبلغ واحد من المسؤولين وبيقول له لازم نفضي مدينة هونداي فورا، في مؤشرات مؤكدة بتقول إن في تسونامي ممكن يضربنا في أي لحظة. بس المسؤول بيرد عليه بكل برود وبيقول له ما ينفعش نعمل كده، عندنا منتدى تبادل ثقافي شغال بين كوريا وأوروبا، ولو المؤتمر اتأجل فجأة كده هيبقى شكلنا وحش قدام العالم. وبعدين انت بتقول ممكن يحصل يعني مش أكيد. فكان وقتها بيحس بالعجز فبيروح لطليقته اللي هي أصلا مديرة المؤتمر وبيترجوها تاخد مي بنتهم وتسافر فورا، بس هي بترفض وبتطلب منه ما يتدخلش في شغلها ولا يوجع دماغها بكلام فارغ سمعته منه كتير قبل كده. بس هو بيفضل مصر وبيأكد لها إن المرة دي غير كل مرة. تاني يوم سيوم مين فجأة بيشوفوا سرب طيور ضخم بيهاجروا بشكل غير طبيعي، وفي طائر منهم بيخبط في إزاز العربية وبيموت في ساعتها، بس ما بيهتموش وبيفتكروا إن الموضوع ده عادي. بعدها الوزراء والشخصيات المهمة من أوروبا بيحضروا المنتدى، وفي اللحظة دي بنروح للمنطقة الآمنة وبنشوف الصخور بتاعتها وهي بتتكسر بسبب قوة الزلازل، وفي ثواني الجزيرة كلها بتختفي وبتوصل معلومات لكين باللي حصل، فبيطبع التقارير فورا وبيروح يرميهم قدام المسؤول وبيصرخ فيه وبيقول له المنطقة اتدمرت وفي تسونامي ضخم بيتكون دلوقتي حالا واحنا بنتكلم، ولازم نفضي المدينة فورا، لأن التسونامي ده مش زي بتاع 2004 اللي كان طوله بس 20 متر، المرة دي التسونامي هيوصل ل 100 متر وأكتر. فالمسؤول وقتها بيترعب وبيبعت رسالة سريعة للمنظمين علشان يخلوا قاعة المنتدى من غير ما أي حد ياخد باله، لكن الأخبار بتتسرب في ثواني وكل وزير بيسمع كلمة تسونامي بياخد ديله في سنانه وبيجري. وفي اللحظة دي بنشوف منظر مرعب، تسونامي ضخم ارتفاعه حوالي 100 متر بيقرب على المدينة بسرعة، والسلطات بتبدأ تعلن عنه في المكبرات وبتطلب من الناس اللي على الشط إنهم يجروا فورا لأعلى مكان عشان يتفادوا الموجة اللي فاضل لها 10 دقايق بالظبط وتضرب الشط. في الوقت ده كان جون وجيا على يخت في نص المحيط، لأن جيا كانت بتحاول تفهم منه هو قال إيه لجو بالظبط، فما كانوش سامعين أي أخبار ولا دريانين باللي بيحصل. أما سيو فكان واقف مع هيون مش فاهم إيه الهرجلة دي وليه الناس عمالة تجري وتصرخ، لحد ما فجأة هو وهيون بيلمحوا التسونامي جاي عليهم من بعيد، فهيون بتمسكه من إيده وبيجروا بسرعة، وابنه الصغير في اللحظة دي كان بعيد عنه مع مين أخوه واقفين على الكوبري اللي في نص المحيط عشان الطريق واقف. وفي ثواني المدينة كلها بتتقلب، العربيات بتخبط في بعضها والناس بتموت تحت الرجلين بسبب الزحمة والخوف. وبيمر حوالي 6 دقايق وكان بيمسك تليفونه ويكلم طريقته وبيسألها إذا كانت هربت هي ومي، فهي بترد عليه وهي مرعوبة وبتقوله إنها محبوسة جوه الأسانسير ومي لسه نايمة فوق في الفندق ومحدش معاها. فكان بيرمي كل حاجة من إيده وبيجري بسرعة ناحية الفندق. وقتها مي بتصحى من النوم على صوت صريخ الناس وبتفتح عينيها فبتشوف التسونامي وهو بيقرب من إزاز أوضتها. في الوقت ده جون كان بيحاول يتواصل بأي طريقة مع حد من المينا عشان ينقذوه هو وجيا، وفعلا بيبعتوله طيارة إنقاذ عليها مجموعة منقذين وبيكون جو واحد منهم. بس في اللحظة اللي الطيارة بتوصل فيها الموج العالي بيقلب يخت جون وبيخليه يغرق هو وجيا في نص المحيط. في الوقت ده التسونامي بيوصل على المدينة وبيقرب بسرعة من الكوبري اللي واقف عليه مين، فأول ما بيشوف منظر الموجة وهي جاية ناحيته بيترعب وجسمه بيتجمد، بس بيحاول يمسك نفسه وبيجري وهو شايل ابن سيو. وفي وسط الجري ده فجأة بيفتكر إنه نسى مامته فبيرجع في كلامه وبيلف يشدها معاه، بس الوقت بيسبقهم وما بيلحقوش يهربوا، والتسونامي بيوصل في ثواني وبيغرقهم كلهم والمدينة والبيوت كلها بتتدمر. أما كيم فبيوصل على الفندق بالظبط في اللحظة اللي التسونامي ضرب فيها المكان وبقت المية في كل حتة، بس بيحاول يقوم بسرعة وبيطلع لأوضة مي
وبيتفاجئ إن المَيّة غرقت الأوضة، والبنت كانت خلاص هتقع من الشباك، لولا إنه بيمد إيده وبيلحقها على آخر لحظة قبل ما تروح منه. وعلى الجانب التاني بقى سيو وهيون بيقدروا يستخبوا ورا عمود ضخم وقت ما التسونامي ضرب المكان، بس قوة المَيّة واندفاعها بيشدهم فبيغرقوا سوا. وبعد حوالي دقيقتين مين بيفوق وبيبدأ يدور على ابن أخوه، وهو بيصرخ وبينده عليه وبيسأل الناس حواليه إذا كانوا شافوا طفل صغير. بس وقتها بيلاحظ مصيبة جديدة، وهي إن في سفينة شحن ضخمة خبطت في الكوبري وقت الضربة، والصناديق الحديد اللي عليها بتبدأ تقع وتترمي على الناس، وأغلب اللي عاشوا ونجوا من المية في ثانية ماتوا مهروسين تحت الصناديق دي، إلا مين أم ضعياله ما شاء الله. سيو وهيون بقى هما كمان بيطلعوا عايشين وبينجوا من الضربة الأولى، وبيحاولوا يدوروا على أي مكان عالي يستخبوا فيه ويطلعوا عليه. بس ساعتها هيون بتلاحظ إن في محول كهرباء ضخم هيقع في المية، فبتصرخ وبتنبه سيو بسرعة، فهو بيزقها وبيطلعها هي الأول على عمود طويل، وبيحاول يطلع بعدها بس ما بيعرفش، والمحول كان خلاص هيقع. وفي لحظة سيو بيتزحلق ورجله بتفلت فبيقع والمية بتشده، بس في راجل عجوز جنبهم بيمسكه بسرعة وبيطلعه معاه. وفي نفس اللحظة المحول بيقع في المية والناس كلهم بيموتوا محروقين. وفي ثانية غدارة في عربية بتطير من اندفاع المية وبتخبط الراجل العجوز فبيموت هو كمان في ساعتها. وسيو بيفضل يصرخ وهو منهار ومش مصدق اللي حصل. أما جو فبينط في المية ورا جيا وبيحاول يوصل لها وسط الموج، وبيثبت حبل الإنقاذ في هدومها، بس هي بتمسك فيه وبتقوله اطلع معايا بسرعة، بس هو بيرفض وبيقول لها مش هينفع لازم أنقذ جون الأول. وقبل ما بيتحرك ويسيبها بيسألها هو انت فعلا مرتبطة بجون؟ فجيا بتستغرب قوي وبتقوله جون مين، أنا ما شفتوش إلا مرة واحدة أصلا هو ما كنتش طايقاه. فجو بيحس إنه فرحان والأمل رجع له تاني، فبيوعدها إنه هينقذ جون وهيرجع لها بسرعة. في نفس الوقت ده بيكون كيم قدر ينقذ مي وبيطلع بيها على السطح عشان يخليها تركب طيارة الإنقاذ، وبيكلم طليقته في التليفون عشان يعرف مكانها، فبتقوله هي ميتة من الخوف إنها محبوسة جوه الأسانسير لسه، وخلاص شوية والمية هتملى المكان وهتخنقها. فكان بيطمنها وبيحاول يهديها وبيقول لها إنه هينزل ينقذها فورا، بس الجيش اللي هناك بيمنعه بالقوة إنه ينزل. فمي بتاخد التليفون عشان تكلم مامتها، فمامتها بتعترف لها إن كيم ده يبقى باباها الحقيقي ولازم تسمع كلامه وتحبه. فمي بتعيط والأسانسير وقتها بيتملي كله بالمية، وهي خلاص بتبقى بتطلع في الروح، لحد ما فجأة بيظهر راجل وبيفتح باب الأسانسير بالعافية وبيقول لها تلحق تطلع بسرعة على السطح عشان تركب الطيارة. فهي بتسمع كلامه وبتطلع تجري على السطح، فبتلاقي كيم وبنتها موجودين هناك، فبتروح تحضنهم وهي بتترعش وبتطمنهم إنها كويسة. أما مين فبيبقى قاعد زعلان ومكسور جدا عشان قاعد يدور على ابن أخوه ملقاهوش، وفي وسط القعدة دي بيلاقي ولاعة جون الفقر ولما بيجي يولع بيها النار بتطلع منها قوية جدا، فبيتخض وبيرميها من إيده، بس من غبائه بيرميها على بنزين اتسرب من العربيات، فالعربيات كلها بتولع وبيحصل انفجار ضخم بيهد باقي الجسر. في نفس الوقت ده بيكون جو قدر يوصل لجون وبيحط حبل الإنقاذ عليه وبيطلع معاه، بس جون من كتر الرعب اللي فيه بيفك الحبل من تاني فبيقع في المية. وجيا بتصرخ في جو وبتقوله فكك منه بقى واطلع انت على الطيارة، بس جو ضميره بيأنبه جدا وما بيقدرش يسيبه، فبيرجع ينزل تاني ورا جون وبيجيبه، بس وهم طالعين جزء من الحبل بيتقطع ويا دوب بيستحمل واحد بس، يعني لازم واحد فيهم ينط عشان الحبل يشيل التاني. فجيا بتفضل تنده على جو وتترجاه ينقذ نفسه ويسيب جون، لكن جو بيعيط لأنه عارف إنه مش هيقدر يعيش وبني آدم تاني مات بسببه. فبيدي لجون الساعة بتاعته وبيطلب منه يديها لجيا، وبيقوم ناطط بنفسه في المية. فجيا بتصرخ بصوت يقطع القلب وبتفضل تنده عليه وبتبقى عايزة تنط وراه، بس المنقذ التاني بيمسكها بالعافية وبيتحركوا بسرعة بالطيارة وبيبعدوا عن المكان. وبعد حوالي ربع ساعة بيحصل تسونامي تاني أكبر وأشد، والكل بيشوف الموجة وهي بتقرب على المدينة. فكان بيزق الناس وسط الزحمة وبيطلع بنته بالعافية في الطيارة، وفي ست طيبة كده بتاخدها منه وبتطمنه إنها تاخد بالها منها وتحميها. وبيقف هو وطليقته جنب بعض مستسلمين لقدرهم، وكل واحد فيهم بيعتذر للتاني عن كل اللي فات قبل ما الموجة تيجي وتبلعهم كلهم ويموتوا سوا. مين بقى بعد الموجة التانية في حد بينقذه وبيطلعه على مكان عالي، وقتها بيتفاجئ لما بيلاقي مامته في وشه، وكمان بيسمع صوت ابن أخوه وهو بينده عليه عشان يطلعه من المية. بس برغم إن مين كان هيموت نفسه في الأول عشان خاطر يلاقيه، فجأة كده بيبقى خايف ينزل تاني في المية، ووسط الرعب ده بيبقى عمال يدور على حد تاني ينقذ الولد. فمامته بتزقه في المية وبتقول له انت لسه هتفكر وتخاف، مش مهم انت تغرق بس اديني حفيدي في حضني الأول. وبعد كل اللي حصل ده فجأة كل حاجة بتهدى، الزلازل بتقل وبيعدي كام يوم والناس بتبدأ تقوم وترجع لحياتهم واحدة واحدة، وبيتعمل جنازة جماعية كبيرة لكل الشهداء اللي ماتوا في التسونامي ده واللي كان من ضمنهم جو. وجيا بتبقى واقفة في الجنازة منهارة من العياط وقلبها بيتقطع عليه. أما سيو وهيون فبيروحوا يقعدوا على الشط يبصوا على البحر،
وقتها هيوم بتشوف المركب بتاعها وهو متدمر، بس سيو بياخد باله من الشريط الأحمر وهو لسه متعلق في المركب، فبيفرح جدا وبيروح ياخد الشريط وبيقول لها اهي دي بقى أكبر إشارة إن الجوازة دي هتكمل حتى لو حصل تسونامي تاني. ولحد هنا بقى بيكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.